الموت حق، بس الفراق هو الصعب الحقيقة. وخسارة كبيرة على الصعيد الشخصي وخسارة كبيرة على الصعيد الموسيقي. بالنسبة لي كان صديق، كان أخ كبير. أنا شفت دموع ناس يمكن ما بتقربهم، بس هيك قديش هو كان كثير طيب وحنون. نورتينا أول شيء والعمر لإلك. اليوم نحن عم نخسر قامة من تراث الفن، خلينا نقول مكتبة فنية كثير كبيرة، وهو سند لست ميادة حناوي. اليوم شو بتوجهي لست ميادة حناوي كلمة بخسارة سندها؟ الحقيقة أنا كنت بالفترة الأخيرة متابعة مع الغالية ميادة، وبعرف قديش مؤلم رحيل الأستاذ عثمان. هاي القامة وهذا الفنان العظيم، وعلى الصعيد الأخلاقي الأستاذ عثمان، أنا ما شفت من طيبته ومن أخلاقه العالية. الله يرحمه، الموت حق، وهو تعب بالفترة الأخيرة. يعني كنت على تواصل معه وهو عم يتعالج بلبنان وعم بتطمن على صحته، وتفائلوا لفترة معينة أنه الحمد لله تجاوز المحنة، لكن قدر الله وما شاء فعل. يعني هي منيته وهذا يومه، ما قلنا إلا أنه ندعي له بالرحمة. الله يرحمه ويصبر قلبك. بعرف شو هو كان بالنسبة إلك، غير إنه أخ، هو فعلا سند، وهو موجود معه بكل لحظة وبكل ثانية. فهيك الله يعطيك الصبر، والله يرحمه الأستاذ عثمان. الأستاذ عثمان داعم كبير لكل المواهب السورية، ومدام ميادة دائما كمان داعمة، الله يطول بعمرها. وخسارة كبيرة على الصعيد الشخصي وخسارة كبيرة على الصعيد الموسيقي، لأنه هو موسوعة كبيرة. كنا بنقول كل ما يصعب شيء علينا فهو نلجأ لأستاذ لمكتبة الأستاذ عثمان، فالله يرحمه، خسارة كبيرة الحقيقة. أول شيء يعني الله يرحمه، وإن شاء الله العمر له والعمر لأهله ولعائلته ولكل أحبابه ولكل الناس اللي هيك كان يعني يجمعون الأستاذ عثمان على الاستماع والجماعات اللي فيها، خلينا نقول، رفع زائقة اتجاه الطرب الأصيل. بتعرفوا من الأشخاص الموثقين لموضوع الموسيقى العربية وتاريخ الموسيقى العربية والغناء العربي. اهتماماته كانت كبيرة بهالموضوع. أنا بقول له إنه الله يرحمه ويصبرك. يعني هو ترك إرث كبير، أستاذ باحث موسيقي، نياله على هالإرث اللي تركه لعائلته، للوسط الفني، للبلد. الله يرحمك يا أستاذ عثمان. أنا بعرفه من خلال مدام ميادة، كنت دائما لما نتواصل مع بعض أحس قديش هيك إنسان. يعني شفت دموع ناس يمكن ما بتقربهم، بس هيك قديش هو كان كثير طيب وحنون، رحمة الله عليه. بقول لها مدام ميادة الله يصبرك، وعن جد هو الأخ.